مساء الفل عليكم. والنهاردة بقى احنا البطاطا لا هنقليها ولا نشويها ولا نسلقها. النهاردة هنعمل بيها وصفة هتعجبكم، حلوة جدا جدا ومفيش اختلاف عليها. يعني الوصفة دي لا يختلف عليها اتنين، ومحدش ابدا يتوقع ان دي بطاطا. عايزة اقول لكم طعمها حكاية، وبالنسبة للسعرات الحرارية قليلة قوي قوي، لان مراعية النهاردة ان هي تكون مفيدة ومغذية، وسعراتها الحرارية قليلة قوي، علشان انا بحب جدا وصفات البطاطا اللي مش بتتخن. لان البطاطا من الحاجات اللي هي ما فيهاش وصفات كتير، بس للاسف للاسف ان هي ما فيهاش وصفات كتير، بس وصفاتها اغلبها بيكون فيها كمية سكريات ودهون كتير. انا النهاردة عاملاها لكم بامكانيات قليلة قوي عشان اي حد يقدر ياكلها، حتى مرضى السكر، حتى الناس اللي بتعمل دايت تقدر تاكل الوصفة دي. النهاردة هقول لكم بديل كل حاجة فيها. ما تنسوش بقى لايك وشير وتشجعوني بكومنتاتكم الحلوة. وحابة الفت نظركم بس إلى أن الوصفات مش بتوصل للناس بسبب قلة التفاعل على الصفحة، ففضلا وليس أمرا اعملوا بقى لايك وشير وسيبوا لي كومنت تشجعوني بيه. يلا نبدأ حالا ونشوف عملنا الوصفة بتاعتنا دي ازاي. أنا مستخدمة هنا البطاطا الصفراء. هل ينفع ان احنا نستخدم البطاطا البيضاء؟ ينفع الميكس، لكن البيضة بس مش هتنفع. يعني لو هتحطوا بيض على صفرة ماشي، بس طبعا يفضل هي البطاطا الصفراء لأن هي أكتر حاجة هتليق على الوصفة دي. هنقشر البطاطا بتاعتنا ونغسلها كويس جدا، وبعدين هنبتدي ان احنا نقطعها ترانشات وهنحطها في حله. ادي سمك الترانشات اللي احنا عايزين نقطع بيها البطاطا، لا تكون اتخن من كده ولا تكون ارفع من كده، تمام؟ علشان كلها تستوي مع بعضها، ونقدر ان احنا نخليها كلها نفس القوام بتاع التسويه بتاعتها. هنبتدي ان احنا نحط الترانشات كده في الحله من تحت زي ما هتشوفوا معايا. بعد ما بنخلصهم خالص بنبتدي ان احنا نرفعهم على النار. بنحط عليهم ربع كوباية فقط من المية. ده كيلو بطاطا، حطيت عليه ربع كوباية مية بس مش اكتر من كده. وهحط عليه 4 معالق من السكر. طيب الناس اللي عايزة تاكل الوصفة دي وما عندها عايزاش تحط سكريات، ما تحطوش سكر خالص. يعني الوصفة تمشي من غير سكر، مفيش اي مشكلة. السكر بس بيعلي تست الحلاوة فيها، لكن عادي جدا ما تحطوش سكر. يعني عادي تسلقوا البطاطا عادي جدا من غير سكر، بس انا بقول لكم الوصفه دي بتتعمل بسكر بيبقى طعمها حلو طبعا. هنسيب البطاطا لحد ما تشرب كل الميه دي وتبتدي ان هي تتسلق. بس عايزه اوريكم شكل السلق بتاعها. احنا عايزينها تدوب كده، يعني تدوب حرفيا، ما يبقاش فيها اي نوع من انواع التكتلات. يعني بصباعك بس كده تهرسيها، ده المهم عندي. يعني ده القوام اللي المفروض انه يوصل عندي. تقريبا اخدت حوالي تلت ساعه على النار، بس انا ما كنتش معليه البوتاجاز، يعني كانت نار هاديه. بتهيألي لو نار عاليه هتاخد اقل من كده في الوقت. وطبعا مغطينها بغطا، لازم الحله يكون نفس الغطا بتاعها عشان البخار ما يطلعش، عشان احنا مش عايزين نحط ميه كتير في الوصفه. ده شكل البطاطا بعد ما اتسلقت كويس. هسيبها تبرد عشان اقدر اتعامل معاها، وبعد كده هبتدي ان انا اجيب اي حاجه اهرس بيها البطاطا بالشكل ده لحد ما اعملها زي البيوريه بالظبط. يعني عايزاها تبقى ناعمه جدا ومهروسه كويس قوي وما فيهاش اي تكتلات خالص خالص. مهم المرحله دي ان احنا نوصلها لكده، لازم الوصفه تمشي معاكي بنفس الطريقه اللي انا عاملاها دي. تمام. هنبتدي دلوقتي نجهز باقي المكونات اللي هنعمل بيها الطاجن. وعايزه الفت نظركم كمان ان الوصفه دي تنفع تتعمل من غير طواجن، تنفع في صينيه عادي. يعني لو حد ما عندوش طواجن ينفع يجيب صينيه الومنيوم او بايركس، اي صينيه ويعملها. هجيب كوبايه من حليب جوز الهند. بيتعمل ازاي؟ بجيب 4 معالق من جوز الهند، بحط عليهم كوبايتين من الميه المغليه، اخلطهم في الخلاط، وبعدين بصفيهم. لو انتوا عايزين تصفوهم، مش عايزين تصفوهم براحتكم. بجيب هنا كوبايه من حليب جوز الهند، بجيب معلقتين كبار من النشا، ببتدي ان انا اقلبهم مع لبن جوز الهند بالشكل ده، زي ما انتوا شايفين كده، واحده بواحده لحد ما اللبن وجوز الهند يدوبوا. اللبن ولبن جوز الهند والنشا يدوبوا خالص، ما يكونش فيه اي حاجه من تحت خالص في الطبق. وبعد كده ببتدي ان انا انزل اللبن والنشا بالشكل ده على البطاطا اللي انا هرسها، واديهم تقليبه بالشكل ده. مش هنزل واحده كل مره واحده، هنزل واحده واحده. وبعدين هبتدي ان انا احط ذره صغيره من الفانيليا، مش اكتر من كده، واقلبهم زي ما انتوا شايفين. ما تقلقوش طبعا القوام مش هيخف خالص، بالعكس هيبقى تقيل، ان البطاطا من النشويات التقيله. يعني هي انتوا عارفين الكيلو بطاطا ده بيعمل كميه كبيره من الطواجن اللي انا بقول لكم عليها، ولو هيعمل صينيه هيعمل صينيه كبيره اللي هي اكبر صينيه في الطاقه.
بعد كده بجيب الطواجن بتاعتي بدهنها دهنة زيت خفيفة من تحت. الناس اللي عايزة تعمل دايت او مش عايزة تتخن او كمان مرضى السكر ممكن يستغنوا خالص عن الزيت ده، في حالة ان هم يستخدموا حاجة تكون مش بتلزق، او مثلا عندي الطواجن برضو ممكن ما يتحطش فيها زيت، بس انا حاطه فيها زيت عشان بس الطاجن من تحت يبقى لونه محمر كده. هجيب الطاجن واحط نصه من فوق نصه من تحت كده البطاطا اللي انا هرساها بتقريبا باللبن والفانيليا وكمان السكر. وبعد كده هبتدي ان انا اعمل توبينج من فوق، والتوبينج ده سهل جدا برضو من حليب جوز الهند. هجيب كوبايتين من حليب جوز الهند وهحط عليهم معلقتين من النشا على البارد برضو، وبعد كده هحط عليهم معلقه 3 معالق من السكر. ممكن طبعا تستغنوا عن السكر، وفي حاجه يعني في سكر اللي هو سكر دايت ده ممكن تستخدموه في الوصفه دي لو انتوا يعني حابين تحطوا سكر. ممكن تحطوا عسل نحل بدائل يعني للسكر، انا بجيب لكم بدائل. انا حاطه سكر عادي، حطيت 3 معالق من السكر او 4 على حسب كميه الطواجن اللي انا هعملها. اقلبهم كويس جدا، واول ما النشا او البشاميل الصيامي ده يبتدي ان هو يتقل، انا مش عايزاه يبقى تقيل جدا يا جماعه. هوريكم الشكل بتاعه، لان هو لو تقل زياده عن اللزوم لما هيدخل الفرن هيفصل، فخلي بالكم احنا في تقل معين. لحد هنا خلاص كده هنبتدي ان احنا نطفي عليه البوتاجاز. تمام، مشغلين طبعا الفرن بتاعتنا على درجه حراره 180 فوق وتحت. اول ما بدانا نعمل البشاميل شغلنا الفرن عشان احنا محتاجينهم يدخلوا سخنين الفرن عشان ياخدوا الطبقه الحلوه اللي انتوا شفتوها اول الفيديو. كده خلاص النشا بتاعي ابتدى يستوي وتقل، ومش محتاجه ان هو يتقل اكتر من كده. بالنسبه لي ده التقل المناسب جدا للنشا. تمام، هنبتدي دلوقتي ان احنا نجيب الطاجن بتاعتنا ونصب عليها من فوق المهلبيه اللي احنا عملناها دي او البشاميل الصيامي طبقه كده يعني ما تتجاوزش السنتي الواحد، ماشي. وبعد كده بدخلها الفرن. طبعا مش بتاخد وقت خالص في الفرن، تقريبا كده اخدت 5 دقايق، اخدت وش فوق وتحت. وطبعا اول ما بنخرجها على طول نقدر نستخدم اي مكسرات للتزيين، وكمان ممكن نستخدم فاكهة، وممكن ناكلها كده عادي خالص من غير ما نستخدم اي حاجة عليها. بيكون طعمها حلو جدا، بيكون شكلها جميل جدا جدا. وعايزه اقول لكم موفره واقتصاديه واي حد يقدر يعملها. كل اللي محتاجينه كيلو من البطاطا. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم ونالت على رضاكم. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش بقى لايك وشير وكومنت تشجعوني بيه. ما تنسوش بقى تتابعوا الوصفات على صفحتي على الفيسبوك باسم الشيف نرمين الماجد، وتعملوا فولو للصفحه علشان توصلكم الفيديوهات القصيره والريلزات القصيره اللي انا بعملها، وكمان الوصفات المكتوبه. بألف هنا وشفا. استنوني كل يوم ان شاء الله في وصفه جديده حلو وحادق، وكمان مخبوزات ومعجنات. كل ده هتلاقوه على صفحة الشيف نرمين الماجد. بألف هنا وشفا يا رب، واشوفكم دايما على خير قريب.